إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر بهذه الزيارة الطيبة في هذه المدينة الطيبة الطيب أهلها. ثم أشكر كل من حضر في هذا المجلس المبارك. وفي الحقيقة أن المحاضرة كما تعلمون أنها لشيخنا الفاضل الباحث المفيد أبي عبد الرحمن عبد الله الإرياني حفظه الله تعالى، لكنه أحب أن أتكلم بكلمة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. أيها المؤمنون عباد الله، حقيقة عظيمة وموعظة جليلة لا بد للعبد أن يبلغها وأن يأتيها. هذه الحقيقة يا عباد الله إنها حقيقة الموت، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا من أجل الاختبار والامتحان لفترة زمنية محدودة، ثم نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كل بحسب أجله وعمره. نعم عباد الله، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإن كل واحد منا يا عباد الله في هذه الدنيا ليموت ويفنى، سيموت ويفنى. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم عباد الله، وقال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن المعلوم يا عباد الله أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. والكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة هي عن دار البرزخ. نعم عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في هذه الآيات العظيمة يا عباد الله يخبر سبحانه وتعالى عن حقيقة الموت، وفي هذه الآيات فيها إثبات عذاب البرزخ في القبور. وإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن حال العباد الذين يأتيهم الموت وهم مفرطون وهم ظالمون. نعم عباد الله، قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا ترى لماذا يريد أن يرجع إلى هذه الدنيا؟ هل لبناء العمارات وشراء العقارات؟ لا والله، إنما يريد الرجعة إلى هذه الدنيا لكي يعمل صالحا فيما فرط وفيما ترك في حق الله جل وعلا. نعم عباد الله، ثم كان الرد: كلا، أي لا رجعة لك إلى الدنيا. نعم عباد الله، لأنه لو رد إلى الدنيا لعاد إلى ما نهي عنه وإلى غيه. قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كلا إنها كلمة هو قائلها، أي هي كلمة قالها بمجرد لسانه ولا تنفعه حينئذ، فإنها كلمة لا تنفعه ولا ينفعه الحسرة ولا الندم. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي بين أيديهم حاجز وهو البرزخ، حاجز عن الدنيا وحاجز عن الآخرة. نعم عباد الله، فحري بنا جميعا أن نستعد لذلك اليوم وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. فقد جاء في السنن من حديث هانئ مولى عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: يا عثمان، إذا ذكرت بالجنة والنار لا تبكي، وإذا وقفت وذكرت بالقبر بكيت. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجي منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. نعم يا عباد الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، فقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم يا عباد الله، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب أهل القبور فيخبر بها أصحابه. فذات يوم خرج عليه الصلاة والسلام بعدما وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال لأصحابه: يهود تعذب في قبورها. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، ثم غرس على كل قبر واحدة، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم عباد الله، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون عذاب القبر، وأنه ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلكم يا عباد الله ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه أنهم يعذبون في قبورهم. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين. وقال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر بالدنيا، وألهاكم التكاثر بالأموال، وألهاكم التكاثر بالأولاد. ألهتكم عن ذكر الله، وألهتكم عن عبادة الله سبحانه وتعالى، حتى متم وصرتم من أهل المقابر. نعم عباد الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم عباد الله، الضنك الحياة الضنك في القبر، لأنهم في قبورهم، أعني الكفار، يضيق عليهم في قبورهم جزاء إعراضهم. ومن ذلكم يا عباد الله
قال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال العلامة ابن كثير رحمه الله عند هذه الآيات: وهذا لا ينافي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة لذلك أنهم يعذبون في قبورهم ثم يردون إلى عذاب أشد منه، وهو يوم القيامة في عذاب النار. نعم عباد الله، يعذبون في قبورهم ثم يردون إلى يوم القيامة إلى عذاب أشد، وهو عذاب جهنم، فهو بالنسبة لذلك كأنهم راقدون. نعم عباد الله. وفي القبر يثبت الله سبحانه وتعالى المؤمنين. نعم عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مطولا يذكر فيه صفات المؤمنين الذين في قبورهم، ويذكر فيه صفات الكفار الذين في قبورهم حال موتهم وعند إدخالهم قبورهم. فقد ثبت في السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى قبره ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. وهنا وقفة أنه حال اتباع الجنازة لا يشرع رفع الصوت بالذكر، بل الواجب والسنة الصمت والتفكر والاعتبار. نعم عباد الله. قال: فجلس وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به، ثم رفع رأسه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. ثم شرع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذكر أحوال المؤمن حال احتضاره وحين إدخاله قبره، وحال موت الكافر والفاجر، حال موته وعند احتضاره، وحال دخوله في قبره. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أي حال الاحتضار، أتاه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر حتى يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي أنها
تخرج بسهولة ولين. نعم عباد الله. ثم قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلكم الكفن وفي ذلكم الحنوط. قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. فيصعدون به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فيفتح له، ثم يشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده. وهنا يبدأ سؤال الملكين لهذا المؤمن الصالح. قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فيقول الله جل وعلا: أن صدق عبدي فألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. نعم عباد الله، أنا عملك الصالح من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإحسان وبر وصلة وقبل ذلك وتوحيد لله جل وعلا. نعم عباد الله، فيقول: أنا عملك الصالح. فحينئذ يقول: ربي أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ثم ذكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصنف الثاني، وهو العبد الكافر أو الفاجر. ذكر حال شقاوته من حال احتضاره إلى بعد موته وإدخاله في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءته ملائكة، لكن ملائكة غير الملائكة
الذين سبق ذكرهم جاءته ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر حتى يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله. قال: فتخرج فتفرق في جسده. قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلل، أي بشدة. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلكم المسوح، فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيصعدون به فلا يمرون على ملأ من الملائكة فيقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيصعدون بها حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد. قال: فتطرح روحه طرحا، فيأتيه ملكان
فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري، ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيأتيه رجل قبل ذلكم فيقول الله سبحانه وتعالى: أن كذب عبدي فألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من عذابها وسمومها. فيأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث وأخبث الأعمال وأقبحها عند الله سبحانه وتعالى لهو الشرك بالله جل وعلا والكفر بالله سبحانه وتعالى. ومنها التهاون في الصلاة والتلاعب بالصيام والتفريط في الحج. نعم عباد الله، وغير ذلكم من الأعمال. فيقول ذلكم الكافر أو الفاجر: رب لا تقيم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد ذلك هو عذاب أشد وأخزى وأكبر. نعم عباد الله، فحري بنا لا زالت أرواحنا في أجسادنا أن نتوب إلى الله وأن نقبل على الله جل وعلا وأن نستدرك. نعم عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح لعباده باب التوبة. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا ييأس الإنسان ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه مهما عمل ومهما اقترف من الذنوب والخطايا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. كيف لا، وقد دعا الله سبحانه وتعالى من نسبوا إليه الولد وقالوا بأن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا بأن الله ثالث ثلاثة، وقالوا يد الله مغلولة. كل ذلكم دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى التوبة. فقال الله جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. كيف لا، وقد دعا الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى التوبة والإنابة وفتح لهم باب التوبة. قال الله تعالى:
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين آمنوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. نعم عباد الله، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وكيف لا، وقد دعا الله سبحانه وتعالى الطاغية فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. قال الله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا من الذين يتبعون القول أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المقام المبارك أن يجمعنا في مقام أمين في جنات وعيون. وإلى محاضرة الشيخ، واعذروني على الإطالة، والحمد لله رب العالمين.